السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة زوم تنزيا. شهدت حلقة الليلة من برنامج أكس فاكتور واقعة غريبة، حيث أوقف الفنان راغب علامة الموسيقى ولم يسمح لمشتركة مصرية استكمال أغنيتها. وفي حلقة الليلة من البرنامج، وبعد أداء المتسابقة المصرية حنين الشاطر لأغنية يا مجنون للفنانة أصالة، طالب الفنان راغب علامة بإيقاف الموسيقى عنها ليسألها كيف أدت اليوم ولماذا أدت هكذا، لترد حنين بتوتر وتعبر عن قلقها من أدائها الأغنية لقف راغب علامة، ومنحها بطاقة أكس فاكتور، ويخبرها بأنها من الأصوات التي ستتقدم في المسابقة وتصل إلى المراحل الأول.